بلاغ عاجل. اللجنة الأولمبية تصعق اللاعب المصري الذي تدخل بشكل عنيف ضد الزلزولي في نهائي كأس إفريقيا تحت 23 سنة. لاعب مصري يصيب مشجعة مغربية بقارورة ماء في نهائي الكان ويشعل غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وقبل أن ننتقل إلى التفاصيل، اضغطوا على زر الإعجاب والاشتراك. تعرض لاعب منتخب مصر لأقل من 23 سنة محمود صابر لعقوبة الإيقاف من طرف اللجنة الأولمبية الدولية بسبب تدخله العنيف ضد عبد الصمد الزلزولي في نهائي كأس إفريقيا تحت 23 سنة. وقررت اللجنة الأولمبية إيقاف اللاعب المصري في أول مباراتين بدور المجموعات لحساب أولمبياد باريس 2014، وذلك لأن كأس إفريقيا تحت 23 سنة تعتبر مسابقة تمهيدية للألعاب الأولمبية. وجاء قرار توقيف محمود صابر بعد أن أشار حكم نهائي الكان تحت 23 سنة بطاقة حمراء في وجه اللاعب المصري بسبب تدخله العنيف ضد الزلزولي. جدير بالذكر أن منتخبات المغرب ومصر ومالي حجزت بطاقة العبور إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد احتلالها الصفوف الثلاث الأولى في المسابقة القارية. وكان المنتخب المغربي الأولمبي قد تفوق على نظيره المصري ب2-1 محرزا بذلك اللقب الأول في تاريخ الكرة الوطنية. إثار تصرف لاعب في صفوف المنتخب المصري لأقل من 23 عاما سخطا وغضبا عارما في صفوف المغاربة عقب إقدامه على الاعتداء على مشجعة مغربية. المشجعة المغربية اللي الناس ضامنوا معايا وكل شيء وهذا وكيسولوا فيا، فانا حد الان باقي عندي بعدا واحد الالم يعني اللي مقصحه فيه بزاف. جاتني الدقه هنايا في جسد العرق هذا ديال حلقي هنا في التنفس ديالي، ولدرجه انا حتى يدي حتى هي تفكات ليا بقوه داك الالم. جيت هزيت يدي وعندي الم هنا في الراس اللي كيحرقني بزاف، ولدرجه انه طلعت لي السخانه. ووثق الفيديو الذي أشعل مواقع التواصل رمي اللاعب المصري مصطفى سعد الذي يحمل الرقم 18 لقارورة الماء صوب المدرجات وإصابة المشجعة المغربية. وعمدت عدد من الصفحات المتخصصة في أخبار الرياضة على إعادة تداول المقطع على نطاق واسع، الأمر الذي أغضب العديد من المغاربة.